عمرك اشتريت حاجه وحسيت بالندم؟ ده اللي حصل معايا فعليا لما حبيت اعمل تجميعه اقتصاديه. طبعا لا ننسى اخواتنا المستضعفين في كل مكان من الدعاء، اللهم انصرهم وارحمهم اللهم امين. ولما بدات ابني التجميعه دي كان هدفي الاساسي ان انا اعمل تجميعه اقتصاديه بتعرف تشغل الالعاب التنافسيه على 350 فريم في المتوسط، وكنت مهتم جدا ان انا انقي معالج اقتصادي قوي بسنجل كور بيرفورمانس محترمه. لكن لو كنتش اعرف ان انا لما اختار اشهر معالج اقتصادي في الوقت الحالي الانتل i5 13400 اف نتقابلني مشاكل غريبه وغير متوقعه بالمره. المشكله حصلت او اكتشفتها لما ركبت الجهاز وبعد كده رحت مشغل لعبه فالورنت اونلاين علشان اعرف همسك كام فريم متوسط. 34% 263. اشوف الاعداد كلها لسه على اللو ولا في حاجه اتغيرت؟ طيب. وبعض الاجيال بنزل لل 190 فريم، وده زي ما بقول لك عكس تجربتي اللي مريت بيها من سنتين مع ال 12400 اف اللي كنت قادر العب بيه فالورنت عادي على 350 فريم في المتوسط. اللي بيحصل دلوقتي انا مش عارف فعليا، لكن لما دققت في الاحصائيات بتاعه الام اس اي افتر بيرنر لاحظت حاجه غريبه والحل بتاعها كان اغرب الحقيقه. للاسف السي بي يو زي ما توقعت 53 واط 54 واط وكده 60 واط اخره يعني، وده اللي هيبقى عامل لنا دلوقتي الازمه في الجهاز. مبدئيا كده المعالج ده وانا بلعب مش عارف يسحب اكتر من 45 ل 60 واط. جربت ان انا اعمل عليه ضغط قوي جدا باستخدام ايدا 64 اف بي يو سي بي يو كاش، وللاسف طلع لل 90 واط وراح نزل ل 77 واط على طول. وده عكس المعلن من انتل على الصفحه بتاعتهم الرسميه ان المعالج ده الماكس بوست بتاعه بيتطلب 148 واط. احنا مش شايفين اي رقم من الارقام دي او حتى قريب منه، شايفين يا دوبك ال 40 بس واحنا بنلعب. وطبعا مش محتاج اقول لك ان المشكله دي مخليه المعالج بيوصل لفريمات عاليه كبيك لكن ما بيعرفش يمسكها لفتره طويله، فبالتالي المتوسط بيكون زي الزفت وما احناش عارفين نستفيد من قوه الشاشه 360 هرتز. وقبل ما تبدا تتهمني صديقي العزيز ان عندي مشكله وما الى ذلك، انا فتحت البايوس قعدت قدامه تقريبا بتاع 6 ساعات عمال بحاول مع اعدادات الطاقه اعدادات التبريد، جربت برنامج الانتل اكستريم يوتيليتي بتاع كسر السرعه وفتح الطاقه وغلقها وما الى ذلك، وكل شيء بلا اي فايده نهائيه. برضه اتاكدت ان المذر بورد كويسه جدا وما فيهاش اي مشكله، كذلك المبرد وكذلك الباور سبلاي. ازاي اتاكدت؟ عن طريق ان انا ركبت معالج اقوى هو 13700 وكان ساحب فول باور عادي من غير اي مشاكل، فاذا الجهاز سليم ونظام التشغيل كمان سليم. وما اكدبش عليك صديقي العزيز انا احبطت جدا من انتل عند النقطه دي صراحه. هم مغلبيننا في الفئه العليا وكذلك مطلعين عينينا كمان في الفئه الاقتصاديه، وسواء هم كانوا قللوا الاداء بتاعت المعالجات دي او حصل تحديثات من الالعاب خلت ان في تطلب اكتر والمعالجات دي مش قادره تسد، دي مش مشكلتنا، لان مشكلتنا الحقيقيه ان احنا نعرف ايه هو افضل اختيار في الفئه الاقتصاديه حاليا. من هنا انا سالت نفسي سؤال ما جاش في دماغي قبل كده، ماذا لو اشتريت ارخص احقر معالج AM5 من AMD في الوقت الحالي؟ وبالفعل انا رحت اشتريت الرايزن 5 7500 اف من سوفت لابتوب بسعر فعليا ممتاز جدا يخليه يعني منافس قوي جدا جدا لل 13400 اف تقريبا بنفس السعر. وهنا الموازين اتقلبت ماي فريند، لان انا هنا في التجميعه دي بصراحه رحت مع قطع ارخص من التجميعه بتاعت انت اللي كنا جربنا عليها او اقل كمان في القوه. زي مثلا انا رحت مع كارت الار تي اكس ال 2060 ال 6 جيجا مقارنه بال 4060 ال 8 جيجا اللي كان موجود في تجميعه انت. كذلك رحت مع رامات ابطا واقل في الحجم للنص. كذلك انا رحت مع بورده حرفيا فقيره في كل حاجه، دي ارخص بورده لقيتها رحت شاريها. للاسف سوق AMD ما هوش قوي فما فيش اختيارات كتيره، وده راجع لان الشركه نفسها ما هيش مهتميه بالشرق الاوسط، فبالتالي ما فيش مراجعات، فالمستخدم مش عارف يعرف قيمه الحاجه دي ويروح يشتريها، فبالتالي ده بيأثر في النهايه برضو لان التاجر عايز يجيب الحاجه اللي بتتباع. عموما البورده دي لو هقول لك ان فيها حاجه ترفيهيه فشكرا جدا جدا لام اس اي، واكيد مش بنتكلم عن اضاءات بقى ولا خلاص انسى الكلام ده، هم حاطين لنا منفذ M.2 NVMe اللي هو يعني على راس ام اس اي بصراحه يعني. ولكن انا اكتر حاجه كانت مخوفاني الحقيقه وهي ان مفيش اي تشتيت للطاقه على الفي ار امز او دوائر الطاقه بتاعه البورده دي. ودلوقتي هشوف تجربه ضغط مطول على المعالج. طبعا يا جماعه دلوقتي انا مشغله على المروحه 31 درجه مئويه، انا بتشوي في الاوضه حرفيا 17 دقيقه من الضغط. احنا دلوقتي بالليل على فكره الحراره دي ربنا يتولانا. خلينا كده نقيس بقى ايه الفي ار ام. قال لك هنا 66 هنا 67 دي الكويلز، مفيش اي مشاكل خالص ناحيه الكويلز. وبرضه حضرتك حراره الفي ار ام محترمه. وهنا على فكره هو كاتب لي ان هي 67 درجه مئويه عملت بيك لل 68 بس كده. رايي كنبيل انا شايف ان البورده تقدر تشيل مثلا معالج اقوى عند مثلا 105 واط او 100 واط، وحاجه زي كده احنا ممكن نلاقي مثلا عند 7800 اكس 3 دي، ده اللي هو اقوى معالج يعني. طبعا لو انتوا عايزين ان انا اجرب معالجات اقوى على هذه البورده فانا جاي لي معالجات فعلا قويه جدا زي مثلا 7900. لو انتوا حابين احنا نجربها على البورده دي قولوا لي تحت في التعليقات، واكيد مش هتعلق من غير ما تحط لايك صديقي العزيز حبيب قلبي.
يلا بينا نكمل. ورحت مع الكيسه المره دي مع الزجماتيك هيرو 2 النسخه الجديده دي من الكيسه. بصراحه التبريد بتاعها اكتر من ممتاز، والخامات بتاعتها كويسه جدا بالنسبه للفئه السعريه اللي هي بتيجي فيها يو اس بي 3 وبتدعم الاي ار جي بي بدل الفاكن ار جي بي لو تفتكروه من الفيديو بتاع التجميع اللي انا بتكلم عنها. لو انت بوردتك فيها ترفيه وفيها بقى ادريسابل ار جي بي والجو ده، تقدر ان انت تركب عليها وتتحكم من برنامج البورده عادي جدا. لكن في حالتنا بورده ناشفه زي دي هنستخدم الكنترولر المدمج والزرار اللي موجود برضه في الكيسه، بنعرف نقلب في الالوان براحتنا. جانب من الزجاج بصراحه شكله شيك جدا ولطيف جدا والخامات بتاعته كويسه. ولكن انا لو هكلمك على سلبيه في الكيسه دي فهقول لك ان المراوح بتاعتها مش بتتوصل على البورده، فبالتالي ما بتعرفش تتحكم في السرعه بتاعتها. ولكن اوفرول هو التبريد بتاعها ممتاز جدا. كذلك الكيسه جاي معاها باور سبلاي 600 واط، نفس اللي كان جاي مع الكيسه اللي احنا استخدمناها في التجميع، انا ناسي الاسم بتاعها بالظبط، ولكن هو 600 واط، ولكن هو بيطلع تقريبا في رينج ال 540 واط بشكل مستمر، وسيرتيفايد 80 بلس وايت. وده شكل التجميعه بعد ما اتركبت. يلا بينا بقى نروح لاختبارات الاداء. هو ايه ده بجد؟ أنا الفريمات مش منطقيه. انا مش حاطط السماعه فمش عارف هو فين. انا ماشي عمياني. اطلع اهلا، اطلع خلينا نفايت. عادي يا كحيان يا كلب. تجربه مرضيه جدا. اوف اوف اوف، ده طلع شقي يا ماما. يا اختي نزل. لا والله من غير سماعه، بس التجربه بصراحه حلوه، يعني التجربه جميله. تتكلم في 352 في المتوسط بعد الهبد اللي حصل ده كله والدروبات وكل حاجه. 355. حان الوقت ان احنا نروح لاساس المشكله وهي فالورنت. يا جماعه ده ماتش تيم ديس ماتش، والتيم ديس ماتش بيدي لك اداء قريب، او الاداء بالظبط هيكون اصلا في العاب الكومب عامله ازاي. لان لما بتشوف التجارب على فكره بتاعت الديس ماتش العاديه اعرف ان هي بخ طز حضرتك ولا لا اي 30 لازمه اصلا. خدها لا ولا اي 30 لازمه خالص. وعموما الاداء هنا مختلف تماما فعلا عن انتل نهائي يعني. والماب ده على فكره من اسوأ المابات في الفريمات. اقعد بقى انت مستفز. اقعد ارتاح. عموما برضه عشان ما اقعدش اضيع عليك وقت، انا لعبت قبل كده جيمين بمابتين مختلفتين. واحده فيهم كانت 370 فريم في المتوسط بعد 10 دقائق الجيم كامل، وواحده تانية كانت 331 فريم في المتوسط. ودي ارقام بصراحه انا شايف انها ممتازه جدا، بعيده تمام البعد عن انتل 13400، بعيده عنه. لان انا زي ما قلت لكم مش دايما حتى بنمسك فيه. ما تموت بقاله يا عم خش. استغفر الله العظيم يا رب. انا لو هدي لك نصيحه دلوقتي لوجه الله هقول لك انك انت لو عايز تجيب انتل هنصحك تروح لل 12400، خصوصا ان هو سعره تقريبا دلوقتي 6000، فهو ارخص بفرق ملحوظ عن ال 7500 اف. كذلك ال 12400 اف هيكون قيمه كبيره جدا مقابل السعر في الفئه الاقتصاديه لو هتجيبه مستعمل. النهارده مستعمل هتلاقيه مثلا في رينج ال 4.5 4600 800. الجو ده هيكون فيها بصراحه بيدي قيمه جباره جدا مقابل السعر. لكن وانس ان انت تروح لفئه ال 8000 فانا ما انصحكش خالص ان انت تكمل مع انتل نهائي. يعني انت تروح على طول من غير تفكير لل 7500 اف، واللي بالتبعيه هيدي لك شويه مميزات برضو مش موجوده في انتل. مثلا على سبيل الذكر ان انت ممكن تعرف تكسر سرعته شويه فتاخد اداء محترم في المستقبل. كذلك زي ما بقول لك احنا مشغلين على بورده تعبانه جدا وما بيقولش لا، او البورده ما قالش لا، فانا شايف ان البورده كويسه. كذلك انت هتاخد امتيازات التطوير المتاحه ليك لحد 2027. السوكيت بتاع الام 5 مدعوم لحد 2027، على عكس انتل اللي انت لو انت جبت دلوقتي فانت خلاص ما تعرفش تجيب اي جيل جديد، سواء بقى في ال 9000 زي مثلا رايزن دلوقتي تعرف تجيب ال 9000، تعرف تجيب ان شاء الله الجيل اللي بعده واللي بعده. فلو هتطلع للفئه السعريه اللي زي 8000 جنيه فالكفه بتميل على طول من غير تفكير لاي ام دي. عموما اتمنى يكون الفيديو ده عجبكم وافادكم. ما تنساش طبعا تحط لايك شير اشتراك في القناه عشان يوصلك كل جديد. كان معاك البلبل، سلام.